أننا يجب أن ننبه المستمعين والمستمعات بأننا اليوم عالجنا الجانب النفسي، وفي الجزء الثاني إن شاء الله الأسبوع المقبل راح نعالجوا المهارات الدراسية التي يجب أن يتحصل عليها ويكتسبها الطالب في التعامل مع الامتحانات. أما فيما يتعلق بالسؤال المبادئ العقلية التي تصحح تصوراتنا حول النجاح وحول الذات، فنقول المبدأ الأول هو اعرف نفسك تصبح ما تشاء. mieux se connaître pour mieux réussir. لا يمكن للإنسان أن ينجح في أي مجال من مجالات الحياة إذا كان ما يعرفش نفسه. هل تعرف بأنك أعظم مخلوق في هذا الكون؟ هل تعرف بأنك تحمل 1000 مليار من العصبونات في المخ نتاعك؟ هو بالتالي هذيك المطبوعة اللي فيها 20 صفحة لا ينبغي أن تقول عنها بين قوسين أنها تخيفك، لأن الطالب البريطاني حفظ موسوعة بريطانيا اللي فيها 500 مجلد ما شاء الله. فلما نتذكر أنا بلي عندي 1000 مليار تاع عصبونات في المخ نتاعي، ولما الطالب البريطاني حفظ الموسوعة 500 مجلد موش واحد ولا زوج، فتصبح هذيك المطبوعة اللي فيها 20 صفحة ولا 200 صفحة تفتح شهيتي وليس شيء آخر. كذلك عقلك مبدأ ثاني مهم جدا جدا جدا، عنده علاقة بين العقل الواعي والعقل الباطن، كيف نخلق هذا التناغم بين العقلين وبالتالي يولوا متعاونين في خدمة صاحبهما. عقلك يصدقك لأنه لا يميز بين الحقيقة والخيال. العقل الباطن لا يميز بين الحقيقة والخيال، وبالتالي أنت تستطيع أن تبرمج عقلك الباطن عن طريق عقلك الواعي باش تكون في أحسن حال وفي أفضل حال، عن طريق إيحاءات إيجابية، عن طريق تمرين المرآة على سبيل المثال. أنت كل صباح توقف أمام المرآة، هي ولا هو يوقف قدام المرآة باش يجمل نفسه، وهذا أمر طبيعي ومشروع، إن الله جميل يحب الجمال. نعم. فلكن اغتنم هذه الفرصة تاع دقيقة أو دقيقتين واذكر 5 صفات إيجابية في نفسك، أو اذكر على الأقل 3 إنجازات حققتهم في حياتك، سواء تذكر 5 صفات سواء تذكر 3 إنجازات. فبمباشرة بعد ما تذكر هذه الإنجازات اللي حققتها في حياتك، يعني هذا الخطاب الإيجابي عن ذاتك، وتعترف لنفسك بأنك تستطيع أن تفعل، قل أحبك يا نفسي. لأنك إذا أحببت نفسك يوميا وزودتها بهذا التعزيز الإيجابي النفسي، اعلم بأن النفس نتاعك تقديرك للذات سيرتفع، وثقتك بالنفس سترتفع كذلك وستكبر. فإذا طلع تقدير الذات مع الثقة بالنفس، حتما الخوف والتوتر سيفران، سيغيبان وسينتهيان. عندك يا إما خوف يا إما ثقة بالنفس، يا إما تقدير الذات يا إما توتر. إذن زود نفسك ودرب نفسك ودعم نفسك وعزز نفسك إيجابيا يوميا قبل ما تخرج من الدار، بعبارات إيجابية تتعلق بذاتك أو بإنجازات أنت حققتها في حياتك. ربحت سيزيام، ربحت ماتش، أعطوك هدية، أي حاجة درتها هايلة في حياتك وهي عجباتك وتحبها، ذكر نفسك بها باش تعرف بلي أنت قدرك عالي، وبلي راك قادر تبرمج عقلك باش تسيروا كما تحب أنت. لأنه نهار اللي يولي عقلك هو اللي يسيرك باش تحقق أهدافك. إذن أنت الذي يجب أن تسير عقلك، لأن الله سبحانه وتعالى سخره لخدمتك، فهو الأمبل سيرفيتور، هو الخادم الأمين بين يديك، فبرمجه واستخدمه كيفما شئت من أجل تحقيق أحلامك وإنجاز أهدافك. المبدأ الثالث، ركز فيما تريد ولا تركز فيما لا تريد. غالبية الطلبة لما نسألهم في المحاضرات قل لهم واش راكم حابين؟ أنا حابين ما نخسروش في الباك، أنا حابين ما نمرضوش، أنا حابين ما نولوش فقراء، أنا حابين ما نكونوش ومرة. يا راجل هذا واش كاين؟ هذا تركيز فيما لا تريد. فلما تركز على ما لا تريد هذا ولا راح يصرى. قل أريد النجاح، أريد التفوق، أريد الغنى، أريد الصحة، أريد العافية. اطلب الأشياء اللي أنت تحبها في القوانين اللي حطها ربي في هذا الكون، ستستجيب لك، وبالتالي تكون تحركاتك وأقوالك وتصرفاتك وتفكيرك كله في اتجاه صحيح يخدم أهدافك وإنجازاتك. اعلم في المبدأ الرابع، ابني الطالب والطالبة الأولياء المحترمين، لازم نعلم جميعا بأن النجاح ليس
مجرد فعل منعزل، يجي غير في المناسبات، مناسبة فترة الامتحانات. نعم. نعلن حالة الطوارئ وتولي عقلية جديدة ولا بريسيون وما إلى ذلك. النجاح هو عادة، فعل اعتيادي. النجاح كما قالت مقبلة الطالبة منال يبدأ من 1 سبتمبر إلى أول جوان. فيوميا أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت. يوميا نقول للطلبة تاعي والطالبات اللي يدربوا عندي، يوميا اضرب طلة برك، افتح الكراس واضرب طلة، يا لو كان في 5 دقائق وجدته في ذاك النهار. بهذه الطريقة عقلك سيسجل وسيتذكر وسينقل المعلومات من الذاكرة القصيرة المدى اللي كانت تشتغل في القسم إلى الذاكرة طويلة المدى اللي راح ترقد في الليل. شايف يا ابني الطالب بنتي طالبة؟ جيد. راكم قادرين يا أولياء ذكروا أولادكم بهذه المعاني. قل له افتح الكراس برك يا لو كان 5 دقائق، وتأكدوا أن الطعام لابيتي فيا أون مونجون. كي يفتح من أجل 5 دقائق راح يقعد 4 ساعات. هكذا يجب أن نتعامل مع أولادنا بطريقة فنية، بطريقة مرنة، بطريقة فيها الذكاء. ما تعاملوهمش بالأساليب المباشرة، الأساليب المستفزة، الأساليب المؤذية، الأساليب الضاغطة. هذه الأساليب لا تنفع، تزيد في الطين بلة وتزيد المشكلة تعقيد. روحوا على أنفسكم، خذوا نفس عميق وخذوا فكرة إيجابية، برمجوا أنفسكم برمجة إيجابية وتعاملوا مع أبنائكم بمرونة، ستصلون إلى ما تريدون. وننهي ونقول إن ما نتدرب عليه المبدأ الخامس والأخير سيشكل جزءا من شخصيتك. كل حاجة يا ابن الطالب، يا أيتها الأم، يا أيها الأب، تتدرب عليها اليوم غدوة غير غدوة ستنضاف إلى شخصيتك وتثري شخصيتك. فنحن يجب أن نكون في تحسن مستمر كما اليابانيين الكايزن، تحسن مستمر. والمصطفى عليه الصلاة والسلام خلانا أحاديث تدعونا إلى العمل وإلى الاستمرارية في النجاح وإلى إتقان الأعمال. ولو كانت في يد أحدكم فسيلة وقامت يوم القيامة فليغرسها. سبحان الله. هذا دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يعيش التفوق والسعادة ويكون dans un bien-être dans un paix intérieure، لابد أن يكون دائما يسعى نحو أهدافه وتحقيق أحلامه.